العربية المقفولة في الشمس في الصيف ممكن حرارتها جوه توصل لأكتر من 60 درجة مئوية وأحيانا أعلى. الحرارة دي مش بس بتزعجك وأنت بتركب، دي بتحول حاجات عادية أنت سايبها جوه لحاجات بايظة، في حاجات ممكن تسممك وحاجات ممكن تنفجر فعلا. تعال نتكلم عن الحاجات اللي المفروض ما تسيبهاش في عربيتك في الحر، ومع كل واحدة الحل بتاعها لحد ما نوصل لإزاي تركب عربيتك بأمان. نبدأ بأكتر حاجة موجودة في كل عربية، إزازة المية المتسابة جوه العربية دلوقتي، وفيها مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى كيميائية، البلاستيك اللي بيتعمل منه الأزايز فيه مركبات زي مادة اسمها BPA، وطول ما الازازه بارده التسرب بتاع الماده دي ضئيل جدا، لكن اول ما الحراره تعلى الموضوع بيتغير. في دراسه لقت ان الازازه لما تتعرض لميه سخنه بتطلع BPA اسرع بكتير جدا لما تقارنها بالميه العاديه. يعني الحراره هي العامل الاهم مش عمر الازازه. والBPA دي ماده بتعمل تشويش على الهرمونات لانها بتقلد الاستروجين في الجسم. المشكله الثانيه ملهاش علاقه بالكيمياء خالص، وانا اتكلمت عنها قبل كده. ازازه الميه الشفافه المليانه لما تتساب في الشمس المباشره جوه العربيه ممكن تشتغل زي عدسه مكبره، بتجمع ضوء الشمس في نقطة صغيرة جدا، والحرارة فيها تعلى لدرجة تحرق قماش الكراسي أو سقف العربية، وممكن توصل لدرجة إنها تولع العربية كلها. أقسام الإطفاء عملت التجربة دي فعلا وصورتها، وحصلت حالات حريق فعلا. وخلينا أكون دقيق عشان أنا مش جاي أخوفكم وخلاص، دي حاجة مش بتحصل على طول، بس هي بتحصل، فأنت وحظك بقى. والحل العملي ما تسيبش إزازة مية بلاستيك في الشمس، ولو سبتها وسخنت ما تشربش منها. ولو لازم تسيب إزازة مية حطها في ستانلس ستيل، ما بتتفاعلش مع الحرارة وما بتشتغلش كعدسة. ولو هتسيب إزازة مية في العربية حطها في درج العربية بعيد عن الشمس. بس الازازه دي ابسط حاجه في الموضوع، لان في حاجه تانية في العربيه ممكن تاثر على حياه حد فعلا، ودي نقطه خطيره بجد. وده لان كلنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا، بنشتري اكل، سندوتشات، البان، عصاير، ونسيبهم في العربيه شويه وانت بتخلص مشوار تاني وبعدين نرجع ناكلهم. المشكله ان العربيه في الصيف هي انسب مكان للبكتيريا بتتكاثر فيه بسرعه جدا. في حاجه اسمها منطقه الخطر، اللي هي مدى الحراره بين 64 درجه مئويه، يعني اي حاجه بره الثلاجه، وده المدى اللي البكتيريا الضاره زي السالمونيلا والاشريشيا كولاي بتتكاثر فيه باقصى سرعه. هيئه سلامه الغذاء الامريكيه بتقول ان البكتيريا في المدى ده ممكن تتضاعف في العدد كل 20 دقيقه بس، يعني في خلال ساعه واحده عدد البكتيريا ممكن يكون اتضاعف كذا مره. والقاعده اللي الجهات الصحيه متفقه عليها واضحه، الاكل القابل للفساد ما يتسابش بره الثلاجه اكتر من ساعتين، وفي الحراره العاليه فوق 32 درجه زي العربيه في الصيف الوقت ده بينزل لساعه واحده بس. والاخطر من كده بعض البكتيريا بتنتج سموم بتفضل موجوده حتى لو سخنت الاكل تاني، يعني التسخين مش بيحل المشكله دايما. واكتر الاكلات خطوره هي اللي فيها رطوبه عاليه، اللحوم، الفراخ، الاسماك والالبان ومنتجاتها كلها. والخدعه اللي بتوقع ناس كتير ان الاكل ممكن يكون ريحته وطعمه عادي جدا وما فيهوش اي علامه، وبرضه يبقى مليان بكتيريا تقدر تسممك. اختبار الريحه لوحده مش كفايه عشان تحكم ان الاكل امان. والحل انك ما تسيبش اكل قابل للفساد في عربيه اكتر من ساعه في الحر، لا البان ولا لحوم ولا اكل مطبوخ. ولو هتشتري اكل وعندك مشاوير تانية خليه اخر حاجه تشتريها قبل ما تروح البيت على طول. وخد معاك شنطه تبريد فيها تلج لو هتتاخر. ولو شكيت ان الاكل قعد كتير في الحر ارميه، ما تخاطرش وما تعتمدش ان ريحته كويسه.